انا عارف ان بعد الفيديو ده اخواتنا بتوع الخط ممكن يطلعوا يشتموني ويهزقوني ويمسحوا بيا كرابة الكوميونتي، لان الطريقه اللي هعلمها لكم النهارده انك انت تعمل بيها شعار عربي هي مش افضل طريقه. يعني هي مش الطريقه البيرفكت او الطريقه الصح. طبعا الطريقه الصح انك انت بتجيب الفرشه، او مش عارف هم بيسموها القلم الحبر ده ولا البوص، وتبدا ترسم سكتشات. طبعا لازم يكون عندك مبادئ الخط العربي، اذا كان انت ترسم مثلا خط نسخ، خط رقعة، خط ثلث، وات ايفر ايه خط ترسموه. الطريقة دي هي مش بتعمل كل الكلام ده خالص، ولكن هي تقدر تقول ان هي ممكن تكون بداية طريقك لتعلم الشعارات العربية، او ان انت تخش مش محيط الشعارات العربية. ممكن تحل لك ازمة ان مثلا كلاين جاي لك انت عايز شعار عربي وانت ما بتعملش النوع ده من الشعارات، او مثلا انت شغال على خط انجليزي ومحتاج له شعار عربي، وعايز مثلا ترسم له خط ثلث او خط نسخ او اي كان الخط اللي هترسمه، وانت مش بتعرف تعمل كل انواع الخطوط. فانت عايز حل. ان شاء الله فيديو النهارده اقول لك اسرع حل او اسهل طريقه انت تعمل بيها الخط الثلث او اي خط انت عايزه بطريقه سهله وبسيطه. لما تكون صليت الفروض اللي عليك فعايزك يا ابو العزيز روح صلي الفرض اللي عليك وبعدين تعالى لنا. الفيديو مش هيفوتك، الفيديو موجود ولكن الصلاه هتفوتك. ما تنسناش لا احنا ولا اخواتك من الدعاء. وانت راجع من الصلاه هوتك الجميله وافتح لي اعتبرت دماغك، صل على بقلبك، وبسم الله نبدا. السلام عليكم، ازيك يا ابو العزيز؟ اخبارك ايه؟ شوف يا ابو العزيز، طريقه النهارده بمعنى اصح عشان ما اقولكش كلام نظري كتير، انت بتحاول ترسم ستروك يكون ماشي على الخط، مثلا خط الثلث مثلا او خط النسخ. بتمشي بستروك وبعد كده بتدي له فرشه وبتبدا تعدل عليه. ممكن يبان الطريقه انك انت طب ما يا زياد، ما احنا مثلا ممكن نجيب خط، مثلا خط عادي خالص ونبدا نعدل فيه. اقول لك انت ممكن تعمل كده فعلا، ولكن الطريقه بتاعت النهارده هي ميزتها انك انت بتدي لك الحريه انك انت بتكون مرن. ممكن مثلا تمد حرف، تكبر حرف، تصغر حرف، تحرك حرف زي ما تشوف النهارده. طب بقول لك ايه، ما تيجي نطبق عملي ونفك بقى كل الكلام النظري ده. بص يا صديقي، انت هنا محتاج تنزل اول حاجه اللي هو بيسموه مش عارف المزين ده او الميزان، بس في غالب الميزان. الميزان ده بيكون هو كرة خط عادي خالص. يعني بص كده زوم اوت، كرة خط ثلث عادي خالص تمام، فيها كل الاشكال بتاعه الحروف، مثلا تكوينه الحرف بيترسم ازاي. احنا النهارده ان شاء الله هنشتغل على اللوجو بتاع زمرد، فهنشوف احنا ممكن نشتغل الحرف ازاي. فاحنا مثلا عندنا حرف او اسم الزمرد، عندنا حرف الذال، فانت بتيجي مثلا هنا او الزال او الزين، حرف الزين حرف الزين. فمثلا بتيجي هنا مثلا ده الرسم بتاع حرف الزين. حلو، ده مثلا التكوين بتاع حرف الزين. فانت بتجيب طبعا بين تول، ستروك لذيذه. طبعا ما احنا ما بتشتغلش في الفصل، بتشتغل بستروكات. حلو، وبتبدا مثلا تعمل كده، ويفضل انك ترسم على 2 ستروك. يعني يفضل انك ترسم ما ترسمش الحرف بستروك واحد، لا ارسمه مقطع علشان هقول لك هتعمل بيه ايه بعدين. تمام كده، احنا خلاص طبعا خدنا حرف الزال. تعالى مثلا نشوف مثلا حرف الميم. حرف الميم في مثلا شكل معين في دماغي انا عايزه في حرف الميم، مثلا مش مثلا نشوف من حرف الميم. اين انت يا حرف الميم؟ كان ورا، كان هنا اهو حرف الميم مثلا. ده مثلا تكوين لحرف الميم، فانا عايز مثلا اخد الشكل بتاع حرف الميم. مثلا بتيجي هنا، خلينا نزوم، بترسم الجزء ده كده. حلو، وبرضه بتاخد الجزء ده كده. حلو، برضه بترسم كده. بحاول برسم ايه، برسم الحرف بقطعه عشان لما اجي اعمل له كومبوزيشن يكون مرن معايا. بعد كده عندي اللي هو الجزء بتاع حرف الميم ده، مثلا ممكن ده نخليه كده، يعني في الغالب هيكون في حرف الراء اللي احنا كنا راسمينه الناحيه اللي فاتت. جميل جميل. طيب كده احنا معانا حرف. نقفل الكلام ده، كنترول 2. نيجي مثلا او خلينا زي ما احنا هنا. تمام. بعد كده عندنا ايه في الكلمه التانيه، عندنا حرف الدال. فمثلا بنيجي هنا برضو حرف الدال بنرسمه على، ممكن ترسمه على جزئين. حلو حلو. طبعا كده عندي حرف الزال او الزين، حرف الزال معلش. وبعد كده عندي حرف الميم، وعندي حرف الراء، وعندي حرف الدال. فكده عندي الكلمه تعتبر تقريبا كامله. فالفكره ان انا باجي مثلا هنا، بجيب الانكر بوينت دي واحولها كده. برضو بجيب الانكر بوينت دي واحولها كده. كل الانكر بوينت دي بعملها بنفس الطريقه، اللي هو بحاول ان انا اعدل فيها. حلو. باجي مثلا هنا كده عند الحرف ده، باحاول آخد الشكل بتاع حرف الدال. يعني باحاول مثلًا أرسم إيه، اللي هو الشكل بتاع حرف الدال كده. حلو. دي برضه هنا كده ممكن الanchor point دي تعملها كده. ممكن كده ممكن دي تيجي هنا كده. حلو. وبتبدأ تعمل مثلًا اللي هو السحبة بتاعة حرف الدال دي. جميل. ممكن دي نلمّها شوية كده. حلو مثلًا.
ده كان الشكل بتاع حرف اللي هو أنت بمعنى أصح بتحاول ترسم الشكل أو الstructure العام بتاع الحرف بتاعك. طيب ده كان في حرف الدال، خلينا نشوف برضه حرف الميم. هنكرر الanchor point دي، طبعًا دي كده خلّي آخر واحدة لوحدها عشان أنت لو حددتها مش هتيجي معاك، تحس إن هم لأ، أنت لازم تسيب واحدة فينا. فتبدأ برضه تاخد الشكل العام بتاع حرف الميم اللي هو التكوين ده. بعد هنا أنت بتحاول على قد ما تقدر إنك أنت تطلع بالشكل اللي هو يكون نفس نفس الشكل ده. أنت طبعًا دلوقتي ممكن تقول لي طب يا زوز ما أنا ممكن أنا أجيب مثلًا اللهم صل على سيدنا محمد، أجيب الpen tool جميل، وأبدأ أرسم شكل الحرف مثلًا زي ما هو كده كله وأقص الجزء ده. هاقول لك أنت دي مثلًا ممكن تعملها، ولكن هتلاقي إنك أنت عندك هنا الحرف أو الشكل صعب إنك أنت تعدّل فيه، التعديل فيه هيكون صعب زي ما هنشوف كمان شوية. دلوقتي مثلًا إحنا عايزين نعدّل في حاجة أو كده، تلاقي إن الموضوع بالنسبة لك شِبه صعب أو شِبه يعني هتاخد وقت كتير جدًا وأنت عمّال تعدّل في حاجة اللي هو أصلًا المفروض إن هي ما تاخدش منّك وقت. حلو، مثلًا كده. طبعًا دي برضه هندّيها اللي هو دي اللي في الأغلب هيكون فيها اللي هو الجزء بتاع حرف الراء. حلو، دي خلّيها مثلًا زي ما هي. نشوف حرف الراء، إحنا كنا راسمينه فين حرف الراء؟ كان هنا. برضه هنجيب الanchor point دي، الanchor point دي ونعمل كده، ودي برضه ممكن نعمل لها كده. نبدأ نعدّل في التكوين كده بتاعنا. عايز أقول لكم إن أنا الحركة دي إن أنا بابدأ فيها مثلًا مؤخرًا الحمد لله، الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، بقيت مثلًا باكتب مخطوطات مثلًا للشركة عندي، فبابدأ مثلًا بالشكل اللي هو مثلًا التكوين البسيط ده. ممكن أبدأ مثلًا بحاجة زي كده خط ثلوث، خط نسخ، وخط whatever هو خط إيه. أبدأ آخد منه الstructure العام بتاع الكلمة، وأبدأ أعدّل في الكلمة مثلًا لحد ما أوصل لشكل مميز في دماغي مثلًا حاجة معينة. أجرّب أعدّل حاجة هنا، أجرّب أعدّل حاجة هنا، لحد ما أوصل للتكوين اللي أنا عايزه. حلو، طبعًا ده كان حرف الراء. كده طبعًا خلاص الكلمة تقريبًا شبه جاهزة، نبدأ بقى نجمّع الكلمة. كانت حرف الميم، حرف الميم أهو، جروب. بعدين أنا اخترت كلمة زمرد عشان يعني إيه، هو كان أصلًا واحد من التحديات بتاعة لوجو جوليا، فقُلت نطبّق على حاجة من اللي أنا اشتغلتها. برضه كان اللي هو الاسم برضه تحس إن هو لذيذ، جميل. برضه هاقول لك إزاي مثلًا تبدأ تعمل حركات في الخط بتاعك. هتيجي هنا عند طبعًا الناس اللي متابعة السلسلة من أولها عارفة أنا هاعمل إيه دلوقتي. الناس اللي مش متابعة السلسلة أو أنت أول مرّة تشوف الفيديو ده، ممكن تشوف أنصحك بشكل يعني كبير جدًا، نصيحة أخويا والله مش تبقى أي مصلحة، إنّك أنت تشوف باقي الفيديوهات هتفيدك بشكل كبير جدًا موضوع الشعارات العربية. هتيجي هنا تضيف brush، هتضيف الbrush عادية خالص. تمام، دي إحنا هنخلّيها 0 أو نخلّيها زي مثلًا ما هي كانت تقريبًا 90. ممكن نرمي دي كانت 0 تقريبًا. سيبك من البتاعة دي، نضيف واحدة جديدة كده، نعيد نعملها كده. حلو، ومثلًا ممكن نخلّيها على 11. وأنا عايزك تجرّب لمّا تزوّد وتقلل إيه اللي هيحصل. شوف يعني شوف نَفْسك إيه الفرق. حلو، مثلًا ممكن دي نخلّيها مثلًا آآ 70، زاوية 70. حلو، أوكي. حدد بقى كل الكلام ده وادّي له البرشاية دي. طبعًا أنت هنا هتلاقي إن هي هنا محتاج إنّك أنت يا تكبّر كل الكلام ده. شوف أنت لمّا كبّرت بدأت تظهر إزاي، أو إنّك أنت تفضل زي ما أنت وتبدأ تصغّر الstroke بتاعك. مثلًا بالنسبة لي الstroke ده كويس. حلو، طيب أنت بقى تبدأ تجمّع الكلمة بتاعتك. طبعًا control وJ اللي هو ungroup. حلو، جميل. برضه هنا أنت محتاج أنت تشوف إن هنا طبعًا حرف الراء المفروض إن هو ده. بس أنت لمّا جينا عملنا كده تحس إن الحرف كلّه جاي كإنه إيه، حاجة واحدة. جميل، جميل. طب أنا عايز أطبّق معاك عامل لو إحنا جينا غيّرنا مثلًا في دي مثلًا خلّيناها كبّرناها مثلًا، ندوس أوكي، دوس apply to stroke فتحس إن الstroke كبر شوية. تمام، طب أنت عايز مثلًا تصغّر شوية، فمثلًا خلّيها 0. لو أنا 0 تحس إن بُص هنا تحس إن هي هنا بدأت تخش في حتّة luxury أكتر. تمام، فمثلًا أنا عاجباني بصراحة الزاوية اللي هي ال0 دي، ولكن ممكن بس أزوّد الstroke حاجة بسيطة. ممكن دي آآ ممكن ساعتها أنا بُص هنا لو كلمتك إنك أنت مثلًا محتاج دي تكبّرها شوية كده مثلًا. حلو، دي برضه محتاجة تكبّرها شوية.
عند الاتنين دول مع بعضهم عشان يكون التعديل فيهم سهل. مثلا كده مثلا. حلو، حلو جدا. مش هروح شغل في اخر النهار دي. انت هتيجي هنا هتروح عامل دي كده. تمام. هتاخد من ده. طبعا احنا متفقين من المره اللي فاتت انك انت لو عندك حرف مكرر فانت بتخلص الحرف مثلا في كلمه معينه مثلا، بتخلص الحرف وبعد كده تبدا تعدل. يعني تخلص حته وتاخد منه كوبي ناحيه مثلا ده. يبقى كده. حلو. مثلا. جميل جميل. ده الشكل العام بتاع الكلمه. طب انا هنا عايز اضيف مثلا حركه في الكلمه، فمثلا نيجي هنا مثلا نبص مثلا على مثلا الكلمات المكتوبه هنا طبعا دي كلها من القران الكريم. مثلا تلاقي مثلا انت عندك هنا وتعذره، مثلا تلاقي مثلا انت عندك هنا حرف الزال داخل في حرف الراء. فدي مثلا حاجه حلوه برضو. تلاقي مثلا عندك هنا بكره تلاقي الراء جايه في الت. تمام. يجي مثلا نبص تاني اساسا ان برضو عندك هنا حرف النون داخل في الجزئيه دي. بص مثلا هنا هتلاقي مثلا ان حرف الواو داخل في الميم. طبعا دي مثلا بص هنا مثلا كلمه مصير. مصير مثلا تحس ان هو ايه السحب ده. انت ممكن تيجي مثلا هنا في حرف الراء ده. شوف مثلا اصلا تقنيات لحرف الراء. مثلا تبص هنا وتبص هنا تحس ان لما نوصل مثلا تكوين مثلا لحرف الراء ده مثلا ممكن ناخد حرف الراء اللي هو ده. فنجيب البين تول بتاعتنا اللذيذه. حلو. نرسم ده. نرسم. ممكن ده نخليه على 3. مش مشكله. طبعا تحدد كل الانكر بوينتس اللذيذه الظريفه دي. كان لها الهاندل دي. طبعا دي برضو هتكون معانا في الهاندل. وبتبدا تاخد التكوين العام بتاعك. ما انت خلاص تعتبر خلاص فهمت اللي احنا هنعمله ايه. حلو مثلا كده. طبعا هنا محتاجين نقفل الاثنين دول. عارف اللابتوب عندي بيزي سخن ليه تحس ان هو بيموت. ماشي. حط مثلا انت كده هنا. اديله دي. احنا هنا شغالين بستروك نص او اللي هو 1 إلا ربع. فبرضه هنا خليه 1 إلا ربع. حلو. هنا مثلا انت خلاص استقريت مثلا على التكوين ده. فتعالى مثلا نيجي هنا مثلا ده نحاول نظبط فيه شويه. وليكن كده مثلا. حلو. دي مثلا ممكن تحدد الاثنين دول كده تعمل لهم جوين عشان تبدا تظبط معاك الدنيا. برضه هنا مثلا ممكن تحدد الاثنين دول تعمل لهم جوين بحيث ان هم يبقى كتله واحده. طب ليه احنا بنعمل كده؟ ليه مثلا زي ما بنجمعهمش مثلا كلهم في ستروك واحد؟ اقول لك كده هيكون افضل لك كتير انك انت تشتغلهم منفصلين عليك. انت لما تيجي تجمعهم جنب بعض مثلا ده مثلا تكوين بتاع حرف الزال مثلا كده. ممكن نحطه كده. حلو. طبعا انت هنا مثلا محتاج تظبط الدنيا شويه. محتاج تشوف يعني هنا بص لما تحس ان هنا ايه في حرف عالي مثلا ممكن هنا تروح جاي محدد الحرف الميم ده كله تروح رافعه كده شويه مثلا. دي مثلا ممكن تنزل بيها حاجه بسيطه. تمام. مثلا ممكن ده كده. ممكن نخليه كده ونرفع دي شويه. بص ده اللي بكلمك فيه انك انت هنا انت تعدي مثلا في الحرف ده انت الموضوع بالنسبه لك اللي هو ايه ستروك بتسحبه. تمام. لكن لو انت رسمت الحرف كله مع بعضه زي ما انت مثلا كنا بنقول ان هو ترسمه كله بنت واحد تحس ان لما تيجي تعدل فيه تحس ان الموضوع شبه صعب وهياخد منك وقت عشان تعدل فيه. يبقى عندك المسار كله فوق لتحت. طب انت على ايه كل الكلام ده يا ابو زي مع الطريقه اهي زي الفل اهي شغاله. وانا اللوز دي مثلا ممكن نعملها كده. تمام. طيب عايزين برضه ناخد كوبي من النسخه ده كله كل الكلام ده. حلو. نعمل بقى الستروك بتاعنا اكسباند. عايزين بقى نظبط الليله دي شويه. طبعا هنا احنا محتاجين اول حاجه ممكن نجرب بقى دي نخليها كده. هنا انت مرحله التجريب. انت بتقعد تجرب لحد ما توصل لاكتر نسخه انت مرضي عنها. ممكن كمان هنا تبدا تعمل ميرج عشان تبدا تشوف مثلا قبل الميرج مثلا ممكن دي ودي. هنا انت عندك دي كده في جزء زياده.
أنا بامسح إزاي اللي هي shape builder tool العادية خالص الshift والN وبعد كده بابدأ أضبّط الحرف بتاعي، مثلًا ده عندي هنا الجزء ده، طبعًا الtool دي اللي أنا باستخدمها اللي هي أداة الminus دوس shift وامسح بيها الحاجات اللي هي الزيادة دي. مثلًا دي. حلو مثلًا عملنا كده فلقينا إن الدنيا عندنا بدأت تبوظ فنعدّل تاني خالص، اللي هو مرحلة كنا زي الناس طبعًا اللي متابعة السلسلة من الأول، عارفة المرحلة بتاعة التعديل والحاجات دي كلّها. تمام، طبعًا ممكن دي هنا برضه دي ممكن نشيل الanchor point دي، ودي نخلّيها تنزل كده، ودي برضه ممكن. طبعًا هنا ممكن نضيف anchor point ودي نشيلها كده. حلو، مثلًا كده. دي مثلًا برضه حرف الدال طلع بصراحة شكله حلو خالص، لذيذ أوي. طبعًا زي ما قُلت لك إن الطريقة دي هي مش أفضل طريقة إنك أنت ترسم بيها خط عرض، ولكن اللي هو إيه، أنت بتحاول تنقذ موقف، فاهمني؟ جالك client مثلًا عايز حاجة زي كده، أو أنت مثلًا عايز تعمل شعار عربي، أو أنت عايز تخش في موضوع شعار عربي بس أنت شايف إن الموضوع بالنسبة لك صعب، مش حابب موضوع إنك أنت تجيب القلم البوز وقعدت ترسم، عايز حاجة سريعة، فمثلًا ممكن يكون ده حل لذيذ جدًا. ممكن برضه هنا اللذيذ بقى في الحاجات دي إن الlogo بتاع زمرد ده كان اتحط أنا في الportfolio اللي هو بتاع كان logo جورنال اللي هو بتاع السنة اللي فاتت وخد feature يعني ما تفهمش بقى هو دخل وسط الزيطة ما بانش فاهم اللي هو إيه، تحس إن هو دخل كده ما حدش خد باله إيه ده، طب أنت في logo في حاجة هو مثلًا خط عربي ما فهموش فقال لك يالّا مشّيه. حلو، مثلًا كده. مثلًا ده مثلًا ممكن يكون التكملة، طب أنت هنا النقطة بتاعة زمرد هتكون مربع تحطه كده. حلو، وليكن كده مثلًا. ما عنديش حاجة إنك تكتبه مثلًا هنا ممكن تقعد بقى إيه، تعمل كده وبعدين تشيل كل الanchor points دي. عايزين نخلّص الحتة دي في السريع كده. طيب مثلًا نفترض مثلًا إن ده كان التكوين بتاعي، طبعًا حاجة مهمة جدًا، جدًا، جدًا وأنت شغال ما تعملش expand للsource بتاعك، لازم يكون عندك الsource ده موجود، مثلًا أنت ممكن تحب مثلًا تجرّب حاجة جديدة، محتاج مثلًا تزوّد stroke، محتاج تقلل stroke، محتاج مثلًا تعمل تزوّد مثلًا مادة في حرف بتاع، لازم يكون عندك الsource بتاعك موجود زي ما هو. مثلًا دلوقتي إحنا عايزين ممكن مثلًا نجرّب إن إحنا مثلًا نضيف هنا نضيف ink trip وليكن كده مثلًا. فأنت بتقعد تجرّب. أنا بالنسبة لي النسخة الأولى دي أنا ما باعترفش بيها، يعني أنا مثلًا النسخة اللي هي مثلًا شغالين بيها دي حلو، بُص شكلها بقت perfect بصراحة حلو أوي. مثلًا ممكن برضه ناخد من دي هنا كده. يعني دايمًا النسخة الأولى دي أنا بالنسبة لي اللي هو إيه، ماشي ده أول حاجة، نشوف بقى نقعد بقى نجرّب نشوف إيه الأخطاء، إيه الحاجات اللي ممكن نطلع بيها، بحيث إن إحنا نطلع بأفضل شكل ممكن من الكلمة. طبعًا لو حد يعرف يقول لي إزاي نعمل الink trip أكيد في طريقة غير الهبل اللي أنا باعمله ده، هيكون لذيذ أوي. بُص تفاصيل بسيطة فرقت إزاي معانا في الكلمة. طبعًا أنت عندك هنا ضمّة هتبقى تقريبًا نفس الفكرة بتاعة بُص حتى كنت باكلمك فيه أنت عايز تضيف ضمّة هنا، طب الضمّة هي حرف الميم بس بيكون يعني نفس الدوران بتاع حرف الميم بس بتكون مقلوبة، فأنت ما عندكش هنا الدوران ده، فخلاص نجيب دي، خُد كده الاتنين دول. حلو، هات دي كده هنا أهي بقت ضمّة، لذيذ. حلو، صغّر بقى كل الكلام ده. ممكن هنا تبدأ تصغّر الميم. حلو مثلًا كده. مثلًا طبعًا أنا بادّيك مثال يعني مش حاجة أكيد طبعًا مش هتكون بكل المادة الجميلة دي، فهنشيل الجزئية دي كده. حلو، ممكن نخلّيها كده. طبعًا حاجة مهمة أنا باحب أعملها في المادة اللي هي دي، باروح أعمل expand مع نفس التعديل اللي أنت عملته هنا هتعمله هنا، هتضبّط بقى الحاجات اللي عندك هنا الزيادة، أنت هتيجي الحاجة بتاع باجيب pen tool وباضيف مثلًا وليكن anchor point هنا واشيل دي، واروح عامل دي كده، واروح عامل دي كده. طبعًا مش كده خالص، اللي هو الشكل كده. اللي هو تدّيك السحبة النهاية بتاعة اللي هو الشكل اللي أنت عارفه بتاع خط السور مثلًا حاجة مثلًا زي كده. حلو مثلًا.
دي طبعا دي الطريقه. انت مثلا ممكن بقى تطور تشوف انت هتجيب مثلا كورس نسخ فيها ايه، مثلا ممكن تجيب اصلا مخطوبه مثلا، ممكن تبدا انت تجمع افكار مثلا. مع ذلك هنا مثلا بص كده مثلا بصه، بص مثلا هنا كده، ويهديك صراطا، بص كده ضمه الواو مع اليه خرافه بصراحه. بص برضه هنا ما تقدم من ذنبك وما تاخر، بص برضه هنا تحس اللي حاجه كده. يا ماشي. انت مثلا بتقعد تجرب تجيب خط من هنا، تجيب حرف من هنا، انت بتحاول في الاخير الطريقه دي يعني هدفها الاول والاخير انك انت تطلع بالتكوين العام. مثلا لو يكون عندك اللي هو الشكل مثلا ده بتاع الحرف، مثلا انت عايز مثلا تشتغل خط نسخ، تشتغل خط ثلث، فانت مثلا بتحط مثلا رقعه، فانت بتنزل الخط كورس خط مثلا زي كده، بتبدا ترسم فيها، تبدا مثلا تطور فيها من هنا، تحط مثلا ممكن تجرب تدمج خطين مع بعضيهم، ممكن مثلا تجرب زي مثلا ما احنا جربنا هنا، احنا غيرنا حرف الزال، جبنا مثلا هنا عملنا الضمه، فتبقى مثلا حاجات بسيطه. وطبعا طبعا كل ما تجرب اكتر كل ما هتاخد نتائج افضل بكتير من النتيجه الاولانيه. عجبك الفيديو يا ابو العزيز، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتقول لنا رايك في الكومنتات. واصلا حاجه مهمه جدا انا كنت عايز انوه عليها ونسيت، باذن الله في نهايه السلسله دي الناس اللي بتطبق ورايا هنزل بوست عندي على الفيسبوك او على التليجرام. البوست ده هجمع فيه تطبيقاتكم، الناس اللي بتطبق ورايا هاخد منكم التطبيقات دي وهعدل عليها، اقول لكم الملاحظات اللي فيها مثلا ممكن نعدل هنا، وهعدل لكم مباشره. فالمطلوب منك انك انت تكون متابعني على الفيسبوك او على التليجرام، هتلاقي الرابط بتاع المنصتين دول في الوصف بتاع الفيديو. مجرد ما انزل البوست ترفع لي اعمالك، هترفع لي مثلا الملف زي ما هو كده، النسخه الاخيره والنسخه الاولى اللي هي نسخه الاستروك، بحيث لو انا حبيت اعدل حاجه اضيف حاجه يبقى عندي السورس مفتوح. وفي الفيديو ده ان شاء الله يا ابو العزيز هتكلم فيه عن رايي الشخصي اللي ممكن يكون صح وممكن يكون غلط. ولو انت وصلت لحد هنا يا ابو العزيز فشكرا جدا على وقتك الذي لا يقدر بثمن. حلو بثمن دي. اشوفك الفيديو اللي جاي. السلام عليكم. في حفظ الله.